السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة القمر دي زي ما انتم شايفين، كيكة البرتقال. وصفة سهلة جدا ولذيذة وحلوة جدا في الجو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. معايا اول حاجة زي ما انتم شايفين المكونات اللي هنستخدمها. معايا زي ما انتم شايفين كوبايتين دقيق، معايا كمان 4 بيضات، معايا كوب عصير برتقال، كوباية سكر، معايا كمان نص كوب زيت، معايا كمان ظرف فانيليا وظرف بيكنج باودر، معايا كمان معلقة كبيرة بش برتقال. أول خطوة هعملها طبعا هجيب الخلاط زي ما انتم شايفين، وهبدأ أكسر فيه البيض، ال4 بيضات. بعد كده هبدأ أضيف الفانيليا. هستخدم هنا فانيليا بنكهة البرتقال، كمان بتعزز النكهة وحلوة جدا جدا، بتدي نكهة حلوة جدا للكيك. وهبدأ أضربهم مع بعض كويس قوي، أخلطهم كويس قوي لحد ما الخليط يعمل معايا فوم كتير قوي. زي ما انتم شايفين هو ده الشكل اللي احنا عاوزينه. بعد كده هبدأ اضيف معلقة بشر برتقال، وكمان هضيف كوباية سكر، وكمان هضيف الزيت زي ما انتم شايفين. ممكن نستبدله طبعا بزبدة، زيت او زبدة. وهرجع اخلطهم كويس قوي مع بعض. هخلطهم طبعا لحد ما يبقى القوام كريمي والسكر يدوب تماما في الخليط بتاعنا. زي ما انتم شايفين هو ده القوام المطلوب، قوام كريمي خالص وفيه فراغات كتيرة قوي. هبدأ اضيف عصير برتقال، وهخلطهم كويس زي ما انتم شايفين. انا كده خلطته كويس قوي. هبدأ اجيب البولة زي ما انتم شايفين، وهشيل الخلاط على جنب، وهبدأ اضيف فيها الخليط اللي انا عملته. هبدأ اضيف الدقيق والبيكنج باودر. طبعا انا دخلت الدقيق كويس قوي، ممكن ندخله اكتر من مرة. كل ما بندخل دقيق كل ما يساعد في نجاح الكيك، بيزود الفراغات في الكيك. هضيفه طبعا بشكل تدريجي. هرجع اخلط كويس قوي لحد ما يبقاش فيه اي كتل في الدقيق، من الدقيق في الكيك. مهم جدا ان احنا ما نخلطهاش كتير قوي بالمضرب كده، عشان ما نخرجش منها الفراغات، لحد بس ما تختفي الكتل. لان خفق الكيك زيادة عن اللزوم بيؤدي نتيجة طبعا كيكة بتبقى مش ناجحة.
هو ده القوام المطلوب زي ما انتم شايفين، قوام كريمي وجميل جدا وخفيف مش تقيل قوي. وطبعا انا جهزت الصينيه بتاعتي، القالب اللي هخبز فيه الكيك، دهنته بالزيت او الزبده، وطبعا بالدقيق، بطنته بالدقيق. هنزل فيه بكل كميه الكيك، وطبعا هنخبزها في فرن سخن مسبقا. المهم ان احنا نمشي فيها كده كمان بال الستيك بتاعت الاسنان، كمان ممكن ان نعمل فيها بحيث ان احنا نزيل اي فراغات فيها. ودي الكيكه بعد ما خرجت من الفرن، خبزتها طبعا في فرن سخن على درجه حراره 180 درجه مئويه. مهم جدا ان احنا ندخل الكيك على فرن سخن من الاول، ندخلها فرن ساخن. ودي الكيكه زي ما انتم شايفين، وصفه جميله جدا وسهله، ما بتاخدش وقت. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا.